صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه اي تو زد الشريف ندى الموسم الثالث. النهارده هنتكلم عن لقطات ذهبيه من التاريخ الاسلامي. هنكمل السلسله دي بس هنتكلم عن بطل من الابطال الخارقين الحقيقيين مش الوهميين بتوعهم. النهارده هنتكلم عن رعد المعركه. هنتكلم عن سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. رعد المعركه يعني ايه بقى رعد المعركه؟ سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي قال عنه رسول الله: لن يهزم جيش وبه القعقاع. راجل كان ب1000 راجل. وقال عنه سيدنا أبو بكر الصديق: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. مدركين الراجل ده كان صوته عامل ازاي وكان جسمه وقتاله عامل ازاي، لدرجه ان في غزوه احد لما اشتد القتال على المسلمين وبدا الحصار اللي يتعمل عليهم زي ما قلنا في غزوه احد قبل كده، سيدنا القعقاع وقف يدافع عن سيدنا رسول الله لدرجه ان هو كان حاطط جسمه كله قدام سيدنا رسول الله وبقى بيخبيه بظهره، بقى بيحارب بسيف واحد وهنا كان ماسك سيدنا رسول بحيث ما يطلعش من ورا ظهره. وبدأ يكرر الجملة اللي قالها رسول الله لما أشيع خبر موته، لأن الكفار أشاعوا إن هم قتلوا رسول الله. بدأ يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. سيدنا القعقاع بدأ يقول وراه الجملة دي عشان يسمع بيها بقية الصحابة إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ماتش ولا اتقتل زي ما شيع عنه. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لحد لما قدروا يخرجوا من غزوة أحد سالمين الحمد لله. وجت في مره في غزوه ذات السلاسل كان بقياده سيدنا خالد بن الوليد، كانت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا خالد بن الوليد بعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال له: انا عايز مدد. فسيدنا عمر بن الخطاب بعت له واحد وبعت له معاه جواب، قال له: اني اراك متعجبا فلا تهجم. يعني اللي هو ايه، انا عارف اللي انت مستعجب بالله، بعت لك واحد بس انا بعت لك واحد الرسول عليه الصلاه والسلام قال لن يهزم جيش وبه القعقاع. وهنا سيدنا خالد بن الوليد ما استنكرش الرساله او اللي هو ايه اللي قاله ده، لا ده هو خلاص سيدنا محمد قال كده خلاص احنا هنخش بيه. وهنا كانت الروم عارفين الاشاعه دي عن سيدنا خالد بن الوليد، ان سيدنا النبي قال عن سيدنا خالد بن الوليد ان هو لن يقتل في المعركه ولن يهزم في حرب. فهم كانوا مخططين ان هم يقتلوا سيدنا خالد بن الوليد في المعركه دي. ففي اول المعركه جه قائد الجيش كان اسمه هرمز، طلب ان هو يقاتل سيدنا خالد بن الوليد زي ما بيتعمل كده في الاول، واحد يطلع مبارزه قدام واحد قبل المعركه وبعد كده يخشوا الحرب بعدين. وبالفعل سيدنا خالد بن الوليد دخل علشان يبارزوا لوحده، وعادي جدا سيدنا خالد بن الوليد اسد يقوم بيهم عادي جدا. لكن هرمز كان عامل فخ لسيدنا خالد بن الوليد ان هو حوطه باكتر من 20 جندي علشان يختلوه. وبدأ سيدنا خالد بن الوليد يستعد وبدأ يقاتل في ال20 جندي لوحده، وكان من بعدهم جيش المسلمين واقف متجمد مش عارف يعمل ايه من اثر الصدمه اللي كانت موجوده فيها، ان سيدنا خالد بن الوليد في فخ ما بين 20 جندي. وهنا ظهر من تحت الارض سيدنا القعقاع رعد المعركه. مجرد صوته دخل كسر الحصار وبدأ يضرب يمين وشمال علشان ينقذ سيدنا خالد بن الوليد، وحقق نبوءة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إن هو ما يقتلش في معركة. وبالفعل قتلوا ال20 واحد اللي كانوا بيحاصروا سيدنا خالد بن الوليد، وقتلوا قائد الفرس اللي هو هرمز، وجاب راسه سيدنا خالد بن الوليد هدية ليه علشان نكسر الحصار بقى ونخش نكمل. وبالفعل انتصروا في المعركة بسبب الحتة دي. فده فعلا واحد من الابطال اللي احنا نقول عليهم ابطال خارقون مش المزيفين اللي هناك. وبس كده يا سيدي. وفي اخر حلقه انتوا عارفين هتعملوا ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو مش مشترك على القناه انزل اشترك في القناه، ما تنساش تشوفوا الحلقات اللي فاتت والحلقات الجايه. وبس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. سلام.